موبايل كويس من شركة ريلمي في الفئة الاقتصادية. لو انت بتدور على هاتف كويس على قد الايد فالهاتف ده يعتبر ليك. خلينا نشوف بيقدم ايه. قبل اي حاجة يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف ريلمي سي 33 2023. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف كالعادة، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة في اخر الفيديو، واي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل. ولكن يا جماعة لايك واشتراك كده ظبطوا الفيديو ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. نشوف اول حاجة تصميم الهاتف، وحرفيا يا جماعة التصميم هنا جامد يا جدعان والله. تصميم من وجهة نظري شايفه حاجة كده مميزة وحاجة رايقة. يعني طبعا هي وجهات نظر في الاخر، ولكن من وجهة نظري شايفه حاجة رايقة. خامات الهاتف بتيجي من البلاستيك. على طول نبص على شاشة الهاتف، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.5 بوصة او 6.5 بوصة بجودة HD بلس وبدقة 1600 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل انش، والشاشة IPS LCD. طيب الشاشة هنا كويسة ولا لأ؟ الشاشة هنا الصراحة كويسة ومناسبة على فئة وسعر الهاتف. مفيش موبايل في السعر ده هيديك شاشة افضل من دي الصراحة. فالشاشة هنا بالنسبة للسعر اللي انت بتدفعه جيدة وهتاخد منها اداء جيد. هنيجي بقى للمعالج او لاداء الموبايل، وريلمي هنا بتقدم معالج يونيسيك تايجر T612 اللي بيجي بدقة تصنيع 12 نانو، والمعالج ده اداؤه اقل من معالج ميديا تك هيليو G85 بفرق بسيط مش كبير قوي حسب منصة انتوتو. طيب المعالج هنا نظامه ايه؟ المعالج هنا الصراحة كويس على فئة وسعر الهاتف، وهتاخد منه اداء كويس سواء في الاستخدام اليومي او سواء في الالعاب او سواء في فيسبوك يوتيوب والكلام ده. واحب اوضح لك ان زي ما قلت الهاتف اقتصادي، فما تتوقعش انك تاخد من المعالج اداء جبار قوي يعني، لا هو هيقدم لك اداء كويس والمعالج مناسب على سعر الهاتف. اما بالنسبة لنسخ الهاتف فالهاتف نزل بنسختين، واحدة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 4 جيجا رام. والهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية 1 تيرا. نشوف كاميرات الموبايل، والهاتف هنا بيجي ب2 كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 3/10 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. وهنا تقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. كاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 5 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات بجودة HD بمعدل 30 فريم في الثانية. هنا ريلمي بتقدم بطارية بحجم 5000 ملي أمبير، بطارية حجمها كويس وكويسة وهتاخد منها أداء كويس. وطبعا البطارية مش بتدعم الشحن السريع وده طبيعي بالنسبة للسعر ده. الهاتف هيجي من العلبة بأندرويد 12. الهاتف مش بيدعم NFC وده طبيعي. الهاتف بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بتاع الموبايل بيجي من نوع مايكرو USB. سماعات الهاتف مش بتدعم الاستيريو وده طبيعي برضه. الوان الجهاز هما الذهبي والازرق والاسود، والهاتف هنا بيدعم البصمه وموجوده فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافه لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنه في اخر الصفحه. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. بالنسبة لمميزات الهاتف فالمعالج على فئة وسعر الهاتف هتاخد منه أداء كويس، برضو البطارية كبيرة وكويسة، برضو الشاشة هتقدم لك أداء جيد في السعر ده. أما بالنسبة للعيوب فكنا نتمنى لو كان منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي، ولكن ده مش عيب كبير قوي بالنسبة للسعر ده، ولكن يعني كنا نتمنى لو كان تايب سي. خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف وقبل المقارنة خلونا نعرف سعر الهاتف. ولكن احب اقولك ان السعر في مصر وفي السعودية اللي هيتقالوا دلوقتي مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام. الهاتف تم اطلاقه في الهند بسعر $125. السعر المتوقع في مصر 5000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 600 ريال. كده كويس قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟
عندنا هاتف شاومي ريدمي 12C. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف ريلمي C33 2023. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة حابب اقول لك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي 12C. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا ريلمي بيجي بمعالج يونيسيك تايجر تي 612 وشاومي بيجي بمعالج ميدياتك هيليو جي 85. وهنا معالج شاومي بيتفوق بفرق مش كبير قوي زي ما قلت قبل كده. الهاتفين بيجوا بنفس الشاشه IPS LCD بجوده HD بلس ومعدل تحديث 60 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. برضو البطاريتين في الجهازين بيجوا بحجم 5000 ملي امبير، وهنا الاتنين زي بعض. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، ولكن خد بالك زي ما قلت قبل كده ان سعر ريلمي ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر شاومي ده السعر الرسمي لانه نزل مصر بالفعل. سعر ريلمي المتوقع نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 5000 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 5000 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف ريلمي C33 2023. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.